اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان، يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. في الحلقه بتاعتنا النهارده هي مش زي اي حلقه احنا اتكلمنا عنها قبل كده. احنا في الحلقه دي والاول مره بنتكلم عن الفن في مصر في فتره من الفترات. فبنلاقي قدامنا، بس قبل ما نشرح التمثال احنا زرنا المتحف النوبي. القطعة دي موجودة في المتحف النوبي، وقلنا ان كل قطعة في المتحف ليها حكاية وقصة وليها تاريخ خاص بيها لوحدها. المتحف النوبي ده بيشمل تقريبا كل فترات مصر التاريخية وكل عصورها. فبنلاقي في القطع اللي موجودة قدامنا تمثالين في قطعة واحدة، بس احنا مش هنسميه كده، احنا بنسميه تمثال مزدوج. تمثال مزدوج لملكة وأمير، هما الاتنين بيرتديان الزي اللي بيتميز بالشال المنسدل. احنا بنشرح التمثال بالتفصيل وازاي الوقفة بتاعته بيرتدي ايه، بنتكلم عن الفن في الفترة دي. فبنلاقي ان الامير والملكة بيرتديان الزي اللي بيتميز بالشال المنسدل على الكتف الايمن، وبنلاقي ان الامير بيرفع ايده اليمنى بيسند تاج الملكة، والملكة بتضع يدها اليمنى على صدرها وربما بترتدي قلادة. بنلاقي ان الملكة بترتدي تاج بيمثل التاج الريشي، وهو عبارة عن ريشتين بيحيط بالتاج قرص أسفل بيحيط بالتاج حية الكبرى، وأسفل الريشتين بنلاقي قرص الشمس. أما لو ركزنا في تفاصيل التمثال وبالأخص في القدم، فبنلاقي إن الفنان في الفترة دي حرص إن هو يبرز أصابع القدم، فبنلاقيها ظاهرة جدا. بالنسبة للعيون والحواجب فهي كانت مطعمة، وده كان نادر في الفن الكوشي. والاتنين كانوا القطعتين يعني التمثالين الملكة والأمير كلاهما كانوا بيحملان شيئا في ايدهم. الأمير مش بيرتدي تاج زي ما احنا شايفين، بنلاقي الأمير والملكة واقفين في هيئة مستقيمة، مش في هيئة انحناء أو مش في وضع جلوس. بس كده دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا كتير. ده كان أول مرة بنتكلم عن فن في مصر في فترة من الفترات. انتظروني الحلقة الجاية إن شاء الله بموضوع جديد يفيدكوا أكتر. سلام.